السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل حبيبة الملايين او معشوقة الملايين، يعني هنعمل كفتة الرز او الكفتة الغمراوي او الكبيبة الغمراوي على حسب ما بتسموها. معايا اقل من كيلو رز، حبة صغيرين يعني. نقول ايه، 850 جرام رز. انا بس مش راضي اقول بالجرامات عشان هي الوصفة، مش الوصفة اصلا ما ينفعش ما يليقش عليها الجرامات. نقول كيلو من الرز. غسلته، نشفته كويس جدا في الشمس، وهبدأ ان انا اطحنه في الكب. اسلم واحسن طريقة يعني على الاطلاق هي الطريقة دي، بتريحني في الشغل وحلوة، وهي اصلا دي الطريقة يعتبر المظبوطة. هنفرم الرز وهنبدأ نفرمه، واللي يطلع منه في المصفى نفرمه تاني. المهم ان احنا عايزين بودرة رز، مش رز، عايزين، عارفين البودرة اللي احنا بنفرمها للسحلب كده؟ لو شفت يعني فيديو السحلب معايا، هي دي، عايزين نفس البودرة. هحط في الكبة بتاعتي 4 5 بصلات كبار، و7 فصوص من الثوم كبار أو راس ثوم كبيرة. هبدأ أفرم البصل مع الثوم في الكب. دي الإضافات بتاعتي، بصل وثوم وخضرة وبس، مش هحط أي حاجة تانية. هنزل معانا بالشبت والكزبرة على البصل اللي احنا فرمناه وعلى الثوم اللي احنا فرمناه. نقول تاني، كيلو واحد من الرز هنحط عليه 5 بصلات كبار أو 4 كبار على حسب، لأن حجم البصل بيفرق، وراس توم كبيرة متقشرة. وهبدأ أنزل عليها ب3 حزم من البقدون من الكزبرة على الشبت. هفرم كل الكلام ده مع بعضه كويس جدا. وبعد ما هفرمه على بعضه كده، هنزل عليه بإيه بقى؟ هنزل عليه بنص كيلو من اللحمة المفرومة. طبعا تقدري تعمليها من غير لحمة، مش هتقولك لأ طبعا. ولكن الطريقة دي موفرة، ولو انتوا لاحظتوا هتلاقوا يعني في ناس بتعمل مثلا نقول كوبايتين الرز عليهم نص كيلو لحمة. فالطريقة دي في حد ذاتها هي موفرة وموفرة جدا. فرمت اللحمة زي ما انتوا شايفين، شوفوا على الوش دي اللحمة مع البصل مع الثوم مع الخضار والرز تحت، يعني الرز تحت كده، تحت زي ما انتوا شايفين. هعمل ايه بقى بعد ما عملت كل الكلام ده؟ هحط البهارات بتاعتي طبعا. لان ليه بقى تحط البهارات يا مروه؟ وانت كده كده هتشيليها في الفريزر ان شاء الله رمضان، او لخزين يعني الايام عادي. حطيت علشان هي هتتصبع، هتطلع على القلي على طول، فلازم تكون واخده الحياء بتاعها قبل ما تتصبع طبعا. فهحط كمون، وهحط فلفل اسمر، وهحط كزبره، ومش هحط اكتر من كده، وملح طبعا. تمام. سهلة جدا وبسيطة، وهتصبعيها وهتعينيها في الفريزر عندك، وهتطلعي بس يا دوبك تقلي وتجهزي الصلصة وتحطي على طول. فهي بصراحة ممتازة، وطريقة حلوة قوي. حطيت بقى كده البهارات، حطيت فلفل اسمر، وحطيت كمون، وحطيت ملح، وحطيت كزبرة. ولو انت عايزة تحطي رشة جوز الطيب تمام، مش عايزة تحطي خلاص برضو تمام. هبدأ بقى ان انا اقلب المكونات دي كده كلها مع بعضها، وطبعا هقلبها بايدي، مش هستعين ابدا بالمعلقة. وبعد ما هقلبها بايدي، هبدأ ان انا اخدها وش في الكبة تاني. علشان ليه بقى وش في الكبة تاني يا مروة؟ ما هو الرز مطحون والحاجة اللي انت عاملاها ما شاء الله مفرومة كده. لا، علشان تتسمخ كويس وما تفكش مني زي ما انتوا هتشوفوها، وتكون لحد ما يعني ايه، مفيش ولا نسبة 1% ان يعني تبوظ مننا او تفك او كل الكلام ده. هبدأ بقى اقلب كل المكونات دي كده كلها مع بعضها. وبعد ما قلبتها مع بعضها، هبدأ ان انا اخدها وش في الكبة تاني مع نفسي بقى طبعا، علشان يعني ما اطولش عليكم الفيديو. هبدأ اجهز الاطباق اللي انا هخزن فيها او اللي انا هحط فيها الكفتة بتاعتي او كفتة الرز بتاعتي. تمام. ونرجع ونقول الطريقة موفرة يا جماعة، احنا عاملين كيلو رز عليه نص كيلو لحمة يعني. لو كده يعني احنا لو ماشيين كده كنا عملنا الكوبايتين الرز على نص كيلو لحمة وكده. بس هي يعني ايه، حبيت الطريقة ديت، فيها لحمة برضو وموفرة برضو، تقدري يعني ايه تعملي تطلعلك كمية حلوة ان شاء الله. كيس تلاجة فاتحاه حطاه على الطبق. وهبدأ ان انا اصبع الكفتة بتاعتي، تصبعيها دواير، تصبعيها طويلة، تصبعيها صغيرة. بصوا ده بقى ذوق، في ناس بتعملها طويلة بطول الطبق يا جماعة، ولكن بحسها طويلة كده وفرعة مش بتكون ألطف حاجة في الشكل يعني. فبحبها كل حاجة في الوسط معقولة، وبكون شكلها حلو يعني. هبدأ بقى أسوي الحروف، وطبعا ده مش هينفع واقفة ونقعد نعمل كده. فأنا هاخد
الكفتة دي وشوية الكفتة الحلوين دول، وهعمل ايه بقى، وهنزل على ترابيزة الصالون او على الارض عادي يعني، علشان بس اعمله وانا مرتاحة. معانا شوية زيت حلوين كده على النار، وهبدأ برضه اقلي منهم، اعمل لكم يعني ايه زي نقول تيست كده او تجربة، علشان تشوفوا ان هي ما فكتش او ان هي طبعا حلوة وكل الكلام ده. هبدأ ان انا ايه احط كده صوابع الكفتة بتاعتي زي ما انتم شايفين، وهبدأ ان انا اقليها معاكم او نقليها مع بعض علشان تشوفوا برضو شكلها. بس انتوا هتشوفوا شكلها، بس طعمها مش عايزة احلف بالله يعني، حلو حلاوة ما تتوصفش، بجد بجد طعمها حلو حلاوة تحفة تحفة تحفة، جميلة. ومقاديرها مظبوطة، وايه يعني نص كيلو لحمة على كيلو رز وعلى 2 كيلو رز كمان، حلوة قوي بجد يا جماعة. وما شاء الله عملت لي كمية حلوة، نقول يعني معقولة. ودي تصبيحة كده زي ما انتم شايفين مدور، وعملت الطويل، فنعناها ان شاء الله لرمضان. حلوة. والكفتة طبعا في رمضان يعني في ناس أساسية عندها، ف حلوة. وانا دي يعني من اول تفريزاتي، او من اول الحاجة اللي بدأت بيها لرمضان يعني. ان شاء الله ربنا يبلغنا رمضان. سهلة جدا وبسيطة قوي، وهنعمل ان شاء الله مع بعض شوية تخزينات حلوين كده، ان شاء الله تتابعونا وتشوفوا ان شاء الله. شوفوا من جوه شكلها عامل ازاي، خضرة كده وشكلها حلو، طعمها حلو قوي. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة اللي لسه مشتركش، وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم مني اشعار بكل حاجة جديدة انا بنزلها. والسلام عليكم ورحمة الله.